نصيحة مني كأم لكل ابن ليا أقوله لو سمحت اعرف قيمتك كبيرة قوي. ربنا أول ما حب يخلقك قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أنت خليفة الله في الأرض. هو كرمك من أول يوم، خلى الملائكة تسجد لأبوك آدم، فأنت قيمة كبيرة قوي. معنى كده هو خلقك عشان تصلي وتصوم؟ لا، الحاجات دي بتساعدك على إنك أنت تبقى خليفة، بس الأصل إنك تبقى موجود على الأرض عشان تقوم بدور خليفة الله. ربنا سبحانه وتعالى سخر لك الكون، بيكرمك من أول يوم خلقك فيه. شوف جعلك أب وأم يفرحوا بوجودك أول ما تيجي، يهتموا بيك، يربوك يرعوك لغاية ما تكبر وتفهم وترشد. بعد كده سابلك كامل الحرية، تختار تدرس ايه، تتعلم ايه، عشان تخدم بيه البشرية. يعني انت حر، عايز تبقى دكتور تخدم مرضى، عايز تبقى مدرس تعلم ولاد، عايز تبقى بنا تبني بيوت، عايز تبقى سباك، انت حر. اختار اي عمل اللي انت حاسس بيه انك تقدر تنفع بيه الارض وتنفع بيه الناس، وبالتالي كمان تتكسب منه، يعني ليك منافع وليك شغل برضو في الارض. بس هيحاسبك، احسنت في العمل، احسنت في نيتك كانت فعلا اعمار الارض ونفع الناس، ولا نيتك التكسب بس؟ فنيتك مهمة. طب في الاسرة اللي انت مفروض خليفة الله، والله رب العالمين، انت بقى رب الاسرة المسؤول عنها، سبك تختار الزوجة على مزاجك بالمواصفات اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه. انت اللي تختار، عايز تتجوز في 20، في 30، في 50، عايز تتجوز واحدة، عايز تتجوز اتنين، عايز تخلف ولاد، مش عايز تخلف، عايز تجيب اتنين 3 10. المهم انت اللي بتاخد بالأسباب وربنا بيسرها لك. بس بعد ما سابك انت تختار وانت حر، هيحاسبك على اختيارك، على معاملتك لأسرتك، على تربيتك ليهم، على دعمك، على توجيهك، على اهتمامك. فانت اللي بتختار، انت حر. فما ينفعش هو يكون بيكرمك قوي كده وانت ببساطة كده تتخلى عن مسؤوليتك. أرجوك اعرف قيمتك واعرف مسؤولياتك.